حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تفتكروا النهارده الاكل معانا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه جميله جدا في رمضان كده كلنا اشتقنا لها، وهي بسم الله السمك. معايا انا سمك مرجان، او بيقولوا عليه صرع. هما نوعين شبه بعض وبيقولوا عليهم صرع ومرجان. بيفرق بينهم بس ان بيبقى فيه خط اصفر في السمكية نفسها. دوت مرجان. تمام. في بقى المرجان ابو قتب بيبقى كده من عند الشوكة دي دوران كده عامل زي هيئة المنقلة. طبعا انا هنضفه وهرجع لكم. كده هقول بسم الله. انا نضفته طبعا اهو. انا جايباه طازة، يعني جيت غيرت بقى ودخلت ايه نضفته وجيت لكم بيه زي ما انتم شايفين. طبعا شلت الدماغ بتاعته. مفيش داعي ليها تشرب زيت على الفاضي، وزي الفل زي ما انتم شايفين. هنقول هنا التوم، ملح، كمون، مش اكتر من كده. هناخد معلقة توم كده، دي مدقوقة بملح وكمون محتاجينها. وهنقول دلوقتي في مهوقات هنعمل ايه. هنركنها كده على جنب، وهنبتدي نتوم السمك. سمك مقلي يعني توم. نفتح السمكية كده، السمك ده طعمه رهيب وجميل جدا. تحسوا كده ان انتوا بتاكلوا ايه بقى، جمبري بمعنى اصح. هننضف كده اهو. بنفتح وبنتوم زي ما انتوا شايفين. بنوصل التوم للعظمية بتاعت السمكة نفسها. عملنا الكمية كلها بنفس الطريقة اهو، كما هو واضح. هندي بقى هنا ايه، رشة ملح ورشة كمون تاني وعصير ليمون. حطينا عصير الليمون ورشة ملح ورشة كمون. وهنقلبه بقى كويس كده ونسيبه ياخد ويدي كده مع نفسه. ونشوف احنا النهاردة هنعمل ايه مع السمك. انا النهاردة مش هعمل رز كالمعتاد مع السمك. احنا عندنا في السويس كتير ما بنعملش رز جنب السمك. هقول لكم احنا بنعمل ايه. هنسيبه بقى يتون كده يعني ياكل في التتبيله بتاعته. وهنيجي هنا معايا عدس ورز عشان نعمل كشري اصفر. تقولوا بقى عليه سويس اسكندراني، المهم ان هو كشري اصفر. طبعا عارفين ان كميه العدس لازم تكون اكتر من كميه الرز. هنقول بسم الله وحل على النار. هننزل بكميه الزيت الحلوه ديت زي ما انتم شايفين كده. استبدلي بقى مره كده وجربي كده تعملي كشري اصفر مع السمك بدل الرز. حطينا الزيت سخن معانا، مخرطه بصلتين. هنزل بيهم كده اشوحهم في الزيت شويه. انا مش هقلي، يعني مش هعمله تقليه. لا، انا عايزه اشوحه شويه كده اهو. نقلب تقليبه كمان، يعني دبل معانا نوعا ما. هننزل بعقد الميه او مقدار الميه. كشر اصفر طعمه رهيب. هنحط كميه ميه كمان. طبعا عارفين منسوب الميه اللي احنا بنحطه دوت، او كميه الميه اللي احنا بنحطها كل ما بيغلي الميه نفسها بتقل. كده احنا حطينا عقد الميه او كميه الميه بتاعتنا. زودنا ميه تاني. هنبتدي بقى نحط ايه التوابل الجافة. كزبرة ناشفة، ملح، زود حبة ملح تاني، وحبة كمون. زودنا حبة كمون كمان احنا. وقلبنا. نقفل عليها بقى كده تغلي ونرجع لها. نرجع بقى نبص عليها تاني. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ولا اروع من كده. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله. هنغطيها تاني لحد ما تغلي معانا اكتر. وهنيجي هنا بقى هنعمل ايه. هنعمل الدقة بتاعة الكشري. حطينا زيت يسخن معانا.
وهننزل بالطماطم. احلى دقه ممكن تاكليها مع الكشري الدقه اللي انا بعملها ديت. ويعني بيبقى برضو موجود سلطه، بس احنا برضو بنحب الدقه ديت. حطيت حبه ميه، ودي معلقه التوم اللي انا ركنتها ساعه ما كنت بتبل السمك. ركنتها عشان اعمل بيها الدقه الجميله دي. تاخد وتدي بقى كده مع نفسها، ونحط لها توابلها: كزبره، كمون، ملح، مش اكتر من كده. ونسيبها بقى مع نفسها لحد ما نشوف الشكل النهائي بتاعها هيكون ايه. واختياري حبة شطة، يعني حسب الرغبة، تبقى مشطشطة كده جميلة. بصوا، تبتدي بقى هي ايه، تتسبك كده مع نفسها. هنيجي هنا نشوف العقد بتاع الكشري، شايفين قلت ازاي؟ هنبتدي هنا نسقط الكشري. حطيت حبة ملح كمان، وهنقلب. وهنبتدي نسقط العدس والرز. كده جهزنا التسبيكة اللي هي الصلصة بتاعت الكشري، وسقطنا الكشري وحطيناه بقى على نار هادية كده بقى ايه مع نفسه. وهنقول بسم الله ونبتدي نقلي السمك. كده الاكل كله هيقابل بعضه. الكشري هيكون اتشرب سخن، وادي السمك زي ما انتم شايفين. ونطلع بقى كده في مصفى. اللهم بارك، ريحته بتبقى جميلة جدا. السمك دوت ما بيبقاش فيه ريحة زفارة نهائي. بصوا ما شاء الله، طلعي كده على مصفى اهو. احنا بنصفيه كده كويس جدا من الزيت، وبعدين نطلعه بقى على حاجة جنبي كده عليها ورق مطبخ. وبعدين نحط حطة تاني. كده الاكل كله هيقابل بعضه. الكشري على النار، والصلصة خلاص. فكده عشان السمك يبقى سخن. وجربوا يا جماعة، السمك دوت حلو قوي قوي قوي. الاسماك اصبحت كمان غالية قوي، وما بقاش رخيص يعني. كلنا بنشتاق لاكل السمك من اول رمضان. بقى انتوا بتاكلوا ايه؟ لحمة، فراخ؟ فحاصل هجوم اليومين دول على السمك شديد. نقلب كده. بصوا ما شاء الله. كده بقى ايه، هنخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، والاكل يقابل بعضه بقى سخن. السمك من الاكلات اللي محدش بيضايق منها او بيزهق منها. بصوا كده انا خلصت. بسم الله بسم الله ما شاء الله. ده السمك كده خلصناه. ريحته رهيبة. طبعا توم، كمون، ليمون. عملت سلطة فرنجي زي ما انتم شايفين، يعني عشان في اللي عايز الصلصة بتاعة الكشري وفي اللي عايز سلطة، لا غنى عنهم. السمك والسلطة الفرنجي القمر دي. وشوفوا بقى، ادي الدقة بتاعة الكشري اللي احنا عملناها مع بعض بالطماطم والثوم، رهيبة. اظن شكلها يتحدث عنها، يعني مش محتاجة ان انا اقول. والكشري بتاعنا القمر. و هقول ايه، يا رب تجربوا اللي انا عملته. اكيد كلكم اشتقتوا لاكلة سمك. يبقى احنا كده النهارده غيرنا، بدل الرز عملنا كشري اصفر، وعملنا له دقة، وعملنا له سلطة، وقلينا السمك، والكلام كده تمام. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم من الله أقرب. ما تنسوش اللايك والشير، ونشوف بعض على كل خير. مع السلامة.